السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا مساء الورد ومساء السعادة ومساء الهنا على أحلى ناس في الدنيا. ربنا يخليكم ليا بجد بجد، كل واحد بيشوفني وبيتابعني. انتوا اللي بقول لكم الكلام الحلو دوت طالع لكم كده من قلبي. شكرا على كل دعوة دعوتها لي، والله العظيم، ودعوتها لجوزي. ربنا يسعدكم يا رب أينما كنتم وحيث تفعلون. وبصوا، الدعوة دي من نصيبكم بجد، يا رب يسعدكم أجمعين، اللهم أمين. كلامكم كان حلو جدا ودعائكم بجد بجد، شكرا شكرا من قلبي ليكم. طبعا الأزمة لسه مستمرة والدنيا احنا لسه مش عارفين رايحة على فين. والله وقت ما يتيح الكلام ان انا اقدر اتكلم معاكم ان شاء الله هحكي لكم على كل حاجة. ولكن انا مش هفضل مكتفة ايديا ومش هفضل قاعدة حتى ايدي على خدي، لا، ما فيش داعي. احنا يعني مش هقفل على نفسي وعلى بيتي. احنا هناكل الاكل، ما البطن ما بتحزنش زي ما بيقولوا. فهناكل هنعيش. بس انا مش بكامل طاقتي، فانا لا، انا هتشجع واحاول اخرج من اللي انا فيه، واحاول اكون معاكم. انتوا اكتر ناس بحس ان انا بفضفض وانا بتكلم معاكم. انتوا اخواتي، اللي عنده حاجه، اللي فيه حاجه بيبعت لي على القناه. كنت بفضل اقول لكم فلانه في كرب شديد ادعوا لها، فلانه تعبانه ادعوا لها، فلانه فيها كذا ادعوا لها. كلنا بندعي لبعضينا، كلنا بنكمل بعض. حتى لما انا بستفاد منكم باي حاجه، في معلومه بتفيدوني فيها لما بكون بعمل روتين او اي حاجه، بصوا كلنا فعلا بنكمل بعض. فربنا يخليكم ليا ويديمكم ده نعمة في حياتي يا رب. انتوا بجد حاجة مش قادرة اقول لكم انتوا قد ايه اخوات من القلب يعني. طيب انتي بقى النهارده هتعملي ايه يا دودي؟ ما عملتيش ليه تحدي؟ ما عملتش تحدي عشان معلش شوية بس كده، وان شاء الله هستعد قوتي وهرجع لكم من تاني بتحديات اقوى واقوى. والنهارده بقى بصوا، شفتوا شويه الحاجات اللي كنت بوريها لكم دول؟ ده النهارده كنت هعمل ان شاء الله باذن الله صينيه كده اجنحه مشويه من على البوتاجاز من فوق. وكمان هنعمل شويه مكرونه حلوين ان شاء الله يستاهلوا بقكم اجمعين يعني. فقلت بقى كان ناقصلي شويه بقى ايه، شطه كده وحبه توابل، عشان المكرونه لازم تبقى متشطشطه كده وزي القمر. وكمان نعمل بقى تتبيله حلوه كده قوي 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 بقى بتاعه الاجنحه دي. مش قادره اقول لكم على الجمال والحلاوه. بصوا بقى، جبت الاجنحه ظبطتها غسلتها نضفتها زي ما انتم عارفين بجد. والله العظيم التنظيف بتاعها بياخد وقت فظيع. بس الحمد لله، اهم حاجه بس ننشفها ونحط بقى عليها التوابل بتاعتنا القمرايه ديت. حطيت حبه بابريكا وفلفل اسود وملح وبصل باودر، توم باودر. لو كان عندي بقى شويه زعتر او روزماري كان هيخليها في حته تانية. بس الجودة بقى بالموجودة، وحطيت كل اللي عندي. بس هو ممكن تحسوا ان انا كنت حاطه شويه ملح زياده. هما كانوا حلوين الصراحه، ما كانوش وحشين. بس انا لما جيت حطيت صويا صوص حسيت ان الموضوع مش في احسن حالته. هتشوفوني دلوقتي وانا بحطه ونسيت خالص، راح عن بالي ان انا احط الصويا صوص ده. بقالي كتير قوي ما بستخدمهاش، فنسيت خالص ان هي بتبقى حادقه. طب هعمل ايه؟ هعالج الموضوع ازاي؟ حطيت برضو شويه سكر. عارفين ايه؟ الحمد لله انا لحقت نفسي وعملت الحركه دي. دول بقى شويه لبن رايب كمان حطيتهم، علشان اللبن الرايب ده بيديها طراوه فظيعه، بيخليها في حته تانية. ف هسيبها بقى. المفروض يا جماعه ان هي تتساب ساعه، ساعتين بتاع كده. بس انا ما كانش عندي وقت. في زمان شفتوا اول الفيديو كان في ناس بتتصل عليا وكنت عايزه انزل بقى اقابلهم وكده، فما كانش عندي وقت خالص. فقلت بقى ايه، انا هخلص كل حاجه كده ايه، يعني هسيبها شويه ومش هطول اكتر من نص ساعه كده، مش ساعتين يعني. معلش لو في برجله شويه في الكلام، عارفين ان انا مضغوطه جدا والله ربنا يعلم. ف سامحوني. حطيت شويه صويا صوص، وهنا بقى تفاجأت ان الموضوع فيه ملح. تعرفوا ان انا بشم الملح، بشم الحاجه اللي بتتعمل على النار دي اذا كان فيها ملح او ما فيهاش ملح. فلا، الموضوع في حته تانية يا جماعه، مين زيي؟ بحس ان الموضوع طبعا حاسه كده، بس مش عارفه دي حاسه شم ولا دي حاسه ايه. بس ساعات بحس كده ان انا الحاجه دي فيها ملح ولا ما فيهاش ملح. ومن بعيد يعني ممكن ابقى معديه كده من المطبخ مثلا، ولو اختي واقفه ولا حاجه اقول لها على فكره الاكله دي ما فيهاش ملح، تقول لي عرفتي منين؟
انتي لسه جايه؟ اقول لها عرفت خلاص ما فيهاش ملح. بس بقى هنا سبتها شويه ترتاح، بس المفروض ان هي تقعد ساعتين، هتديكي توست تحفه. بس برضو هرجع تاني واقول لكم عملتها على طول وكانت برضو جميله، ما كانش فيها حاجه. هنا بقى هعمل الصوص اللي هدهنه على الوش بتاعها. الصوص ده تحفه تحفه، بيخلي لونها خطير جدا. حطيت بقى شويه كاتشب كده مع شويه صويا صوص، والمفروض ان انا احط معلقه زيت كمان عشان تدي لمعه كده خطيره يعني. بس كده قلبوه بقى كويس. عايزه تحطوا تاني بهارات من تاني مفيش مشكله، بس هي بتبقى ايه يعني كده بالظبط اما تكوني عندك اي حاجه تحمريها. وشفتوا حركه المكرونه دي؟ شفتوا بصوا الحركه دي حركه التكتكيه دي، والله حركه حلوه. بس بقى عملت المكرونه، كنت عايزه اعملها كلها بطولها يعني، مش عايزه اقصها ولا اي حاجه، تبقى طويله كده. بصوا حطيت بقى كده المكرونه على النار، مبغطيش عليها خالص. وهنا بقى كنت عايزه اقول لكم احسن حاجه ان الانسان ما يخليش فكره السيء يسيطر عليه، لا، انا لازم اعتمد على نفسي، لازم اشتغل من تاني، احاول اقف على رجلي من تاني. الموضوع اللي انا فيه مش موضوع قليل، الحمد لله. آه مش عارفه اتكلم اقول لكم بس لازم اخرج منه بامر الله يا رب، بامرك انت. هخرج منه وهتحدى نفسي واتحدى كل اللي حوالين مني. انا مش هخلي حاجه تاثر عليا، هحاول اخرج، هحاول بكلمه يعني انا نفسي هقوي نفسي بنفسي، بان انا اتكلم، بان انا اقول، بان انا مش هسيب نفسي استسلم لاي وضع انا فيه. ساعات الانسان بيقفل على نفسه، ساعات بيبقى حاسس ان خلاص دنيته وقفت لغايه هنا، بس ده الانسان الفاشل اللي يكمل على كده. لكن انا الحمد لله، اول يومين كان الموضوع صعب معايا، يمكن عشان كده ما عرفتش انزل لكم فيديو امبارح. بس بحاول بقى اتك على نفسي، بحاول شويه بنهار شويه بحاول يعني اقف جنب نفسي، اطبطب على نفسي، اقول لا ان شاء الله هقف، عندي هدف، خليكي ايه املك في وجه الله، ربنا ما بيخذلش حد. ما تقولش يا عبد، قول يا رب. وربنا فعلا عظيم، لا حول ولا قوه الا بالله العظيم، الحمد لله على كل حال. حطيت بقى الاجنحه على النار واديتها بقى ايه كده زي صدمه كده هي بقى في نفسها كده، وهغطي عليها. هي هتاخد الصدمه واحنا هنقلبها كذا مره ونشربها صوص، المهم ان احنا هندلعها. انتي هتدلعي يا كوكو، انتي يا قمر هنا بقى كنت قلت لكم بقى ان الناس اللي كانت عندي وكانوا عايزيني يعني نزلت لهم وكده، وشفتوا كانوا عايزين ايه. فكنت قفلت على الفراخ وجيت بقى كملت تسويه ليها. وطبعا المكرونه كده كده كانت معموله. بصوا بقى كل شويه احط ايه من الصوص دوت، علشان علشان يديها لون حلو. وكمان هي دخلت خلاص اهي في التسويه خلاص، يعني هي اصلا تقريبا كده مستويه، بس انا ايه بديها لون حلو. هنا بقى هعمل الصوص بتاع المكرونه. المكرونه كانت مسلوقه وانا صفيتها ونزلت. هنا بقى ده توم متفرز. عارفين انتوا احلى حاجه بجد التوم ده، انا بزهق منه جدا لما بيبقاش متفرز، بفضل اقشر. مش ببقى شايله هم الاكله، انا شايله هم تقشيره التوم، مش عارفه ليه ما بحبوش في احسن حاله يعني. حطيت حبه زيت صغننين ورحت منزله بقى فيهم التوم. بعد كده قلت يا لهوي الزيت قليل قوي والزيت غالي لحط كمان شويه عشان مش مكانش عاجبني يعني. الحمد لله الحمد لله يا رب على كل حال. بس بقى كده يا كوكو، كوكو نفسك في ودني ايه. دي بقى صلصة، انا الصلصة ديت كنت مصلصاها عندي، ودي من احسن حاجات بجد، الفريزر ده بيسعف جدا. وانك بقى تصلصي طماطم، تصلصي او تفرزي اي حاجة عندك في الفريزر، بتسعفك في اوقات كتيرة يعني. بس ما خدتش وقت على النار، حطيت بقى حبة فلفل كمان. وطبعا الملح بتاعها كان محطوط على الثوم ملح، فظابط لي الدنيا شويه. حلو. بصوا بقى التقليب حلو الاكل كان حلو بصراحه. انتي قلبي بصراحه، انتي قلبي وروحي وعينيا. طب يلا بقى وسعي، طيب يلا باي. قولي باي يا ماما. باي. باي. يلا باي.
نزلت بقى المكرونه على الصلصه ومش قادره اقول لكم، هنا خلاص خلاص هناكل بقى. تاكلي منين يا بطه يا قمر انت؟ والله العظيم يا جماعه كنت جوعت طول النهار، خلاص مش قادره استحمل الجوع. وخدت بقى احلى معلقه او شوكه مكرونه تاخدوها تدوقوا بيها عشان تعرفوا تظبطوا المكرونه بتاعتكم حلوه ناقصه حاجه، فيها حاجه. انا ساعات لما بتبقى ناقصه ملح على الوضع ده احط شويه فلفل كده اظبطها يعني. بصوا ما بحطش اكتر من التوابل اللي انت شفتوها دي على المكرونه. اما طبعا. بقى بالنسبه للشطه اللي انا جايباها دي حسب الرغبه، يعني كل واحد عايز شطه يحط. وهنا بقى شفت يا على الريحه على التحفه. المنظر. منظر. لا الريحه كمان كانت تحفه والله كمان. خلاص هنغرف كل طبق. حاجة كانت تحفة وانا مش في قلتلك الأكل. باي، مش قلتلك باي من شويه؟ واقفه ورايا انا مش واخده في بالي خالص. غرفنا بقى احلى طبق مكرونه طبق مكرونة ايوه تاكلوه وانتوا قاعدين، يعني في أي مكان يعني في اي مكان. أو في أي خروجة انتوا رايحينها. انت قلبي. بس المهم اللي هو ما بيردش. ما يبردش. لا عشان كده هما هياكلوا في البيت يا مكة معانا. لا، رايك؟ يروحوا ياخدوا تاكسي أي مشوار. تاكسوا اي مشوار، المهم ان هم عايزين يخرجوا طول اليوم بره. العيال بتزهق فعلا وبتمل. بس عايزه اقول لكم بجد طبعا. والله العظيم كان طعمها خطير. الله عليكي يا كوكي. بصوا بقى جبت الطبق، ايه رايك؟ انا كنت بغرف الاكل وباكل لكم منه جوه. دقت عشان كده، ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ استنى يا حمزه، ايه الحلاوه دي؟ ازيك يا قلبي؟ حبيبي يا حمزه. شوفوا ابداعات عيالي بجد. يا ايه؟ انت بتقول لهم يا قلبي وانت اصلا ما عمركش قلت لي ازيك يا قلبي. طب قول لي يا قلبي. يا قلبي. السلام عليكم.